السلام عليكم متابعينا الكرام. تختتم اليوم مباريات النصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية. ففي العاشرة مساء يستضيف استاد ميت لايف نيوجيرسي بنيويورك مواجهة فريقي ريال مدريد الأسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي. ريال مدريد الأسباني لعب حتى الآن في بطولة كأس العالم 5 مباريات، نجح في الفوز ب4 مباريات وتعادل فقط أمام الهلال السعودي في الجولة الأولى من المجموعة الثامنة، وفي الجولة الثانية فاز على باتشوكا المكسيكي ب3 أهداف مقابل هدف. أما في الجولة الثالثة فسحق ريد بول سالزبورغ النمساوي بثلاثية نظيفة. وفي دور ثمن النهائي تجاوز عقبة السيد العجوز يوفنتوس بهدف نظيف. وفي ربع النهائي حقق فوزا صعبا على بروسيا دورتموند ب3 أهداف مقابل هدفين. أما باريس سان جيرمان فقد تأهل هذا الدور بعدما احتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على أتلتيكو مدريد الأسباني ب4 أهداف نظيفة. وفي الجولة الثانية سقط أمام بوتافوغو البرازيلي بهدف نظيف. وفي الجولة الثالثة تجاوز عقبة سياتل ساوندرز الأمريكي بهدفين نظيفين. وفي الدور ثمن النهائي سحق فريق انتر ميامي ب4 أهداف نظيفة. وفي ربع النهائي تجاوز عقبة بايرن ميونخ الألماني بهدفين نظيفين. في آخر 5 مواجهات بين فريقي ريال مدريد وباريس سان جيرمان حقق كل فريق منهم الفوز مرتين والتعادل مرة واحدة، وكانت آخر مواجهة في 9 مارس 2022، ونجح ريال مدريد في الفوز ب3 أهداف مقابل هدف بعد تعويض هزيمته بهدف، وتأهل ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. أما على التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان: جيانلوجي دوناروما في حراسة المرمى. خط الدفاع مكون من 3، حيث يلعب باريس سان جيرمان بطريقة 3-4-3: أشرف حكيمي البرازيل، ماركينيوس وبيراردو ونونو مينديز. وفي خط الوسط جواو نيفيز، فيتينيا، فابيان رويز. أما خط الهجوم فيتكون من الشاب ديزري دوي وعثمان ديمبي وخيفتشا كفارة سخيليا. أما تشكيل ريال مدريد المتوقع: ففي حراسة المرمى كورتوا. أما في خط الدفاع 4: أرنولد، أنتوني روديغر، أسينسيو وفران جارسيا. وفي خط الوسط فالفيردي، تشاوميني، أردا جولار. أما خط الهجوم جونزالو توريس أو مبابي، بيلينغهام وفينيسيوس جونيور.